سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه وعافيه. نرحب بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ريتاج، ونرحب بكل المشتركين اللي معايا، ونرحب بكل المشتركات اللي التحقوا بيا جدد، واللي دخلت قناتي بصدفه وعجبتها واش نقول لك ابوني جيم وتعليق. هذا مكان ان شاء الله يكون وصفاتي رايتنا لاعجابكم ونكون في المستوى. اليوم جيت ندير معكم وصفه ان شاء الله تعجبكم، واللي هو ميني كيك بطريقه جد سهله وبسيطه، والنتيجه واش نقول لكم روعه روعه روعه. قبل ما نبدا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ونجوز المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله. اول حاجه هنا نفوتو في الكريمه، هنا نديرو كريم باتيسير عادي، نديرو حبه صفر بيضاء مع 2 ملاعق كبار تاع انا هنا درت يعني ما درتش السكر بزاف، اللي حبت تجيها حلوه ضعف كميه السكر. نضيفو مبشور الليمون، ايضا حبيت نديرها بذوق الليمون مع 3 ملاعق كبار تاع مايزينا. نخلطوهم كامل كما راكم تلاحظوا هكا، ونجيبو فنجال حوالي فنجال تاع الحليب، ونبقى نحرك حتى يذوب لنا هذاك السكر مع هذيك المايزينا. هكا نبقى نحرك مليح كما راكم تلاحظوا، يعني غير بالفوي هكذا حتى نحسوا بلي هذاك السكر دابنا مع المايزينا. نجيبو حوالي نص ريتل، ماشي نص ريتل، 4 ريتل تاع الحليب، لانه انا هنا درت كميه صغيره تاع الكريمه. اللي يحب تضعف الكميه يعني ضعف كميه البيض والحليب والمايزينا. هكا هنا نديروها فوق النار، نبقاو نحركو حتى تعقد لنا بهذا الشكل. وهنا تحصلنا على الكريمه اللي رانا حابينها. نديرو ملعقه كبيره، نص ملعقه كبيره تاع الزبده عادي هكا، ونحركوها حتى تذوب لنا يعني وهي سخونه. نديرو هذيك نص ملعقه تاع الزبده. كما قلت لكم انا هنا درت كميه صغيره، اللي حاب تضاعف الكميه يعني ضعف كميه المقادير. هكا نجيبو طبسين ونفرغوها او اناء يكون يعني غامق، ونفرغو الكريمه كما راكم تلاحظوا. يعني انا بهذه الكميه ودرت 2 وصفات بيها، يعني كميه لاباس بيها هكا. فرغوها كامل يعني ما نخلو حتى حاجه هكذا، ونغطوها بكيس بلاستيكي او سيلوفان وندخلوها الثلاجه هكا، يعني باش تبرد لنا. هكا نغطوها مليح ونديروها في الفريجيدير. هنا بعد ما كملنا الكريمه نجوزو الميني كيك. هنا في ريسيبيون نجيبو 2 حبات بيض يكون على درجه حراره المطبخ كما دائما نقول لكم، نخلطوهم مليح ونجيبو الكاس تاع السكر ناقص 2 دوا. هكا نديرو 2 حبات تاع البيض مع كاس تاع السكر ناقص 2 دوا، ونبقى نحرك. انا هنا استعملت الفوي، اللي حبت تستعمل الباتر تستعمل، لكن غير بالفوي تعطيك نتيجه بزاف هايله. نخلطو مليح ونضيفو الزيت غير بالتدريج كما راكم تلاحظوا، نضيفو بالتدريج ونخلطو هكا حتى نحصلو غير شغل كريمه هكذا. نبقى نحرك غير بالعقل ونضيف في الزيت حتى نكمل كامل كميه الزيت. كما قلت لكم كاس تاع الزيت ناقص 2. وهنا نضيفو مبشور تاع الليمون مع لافاني. هنا عندك لافاني وما عندكش مبشور الليمون قادره يعني ديري غير لافاني وتعطيك نتيجه بزاف هايله. انا هنا حبيت نديرهم كما قلت لكم بذوق الليمون. هنا نضيفو ايضا نص كاس تاع الحليب عفوا، ونضيفو ايضا بالتدريج حتى نكملو، ونبقى نحرك حتى نتحصلوا على هذا الشكل. هنا نبداو نضيفو في الفارينه. هنا نديرو حوالي 2 كيسان ونص تاع الفارينه باش نتحصلوا على القوام اللي رانا حابينه. هنا نديرو الكاس الاول، انا هنا ما كيلتوش لكن عيني ميزاني درت الكاس الاول تاع الفارينه درتو كامل على ضربه. هكا ندخلو مليح في الخليط هكذا. نضيف الكاس الثاني وايضا لازم نغربلوها باش تعطيك نتيجه مليحه. كما قلت لكم انا هنا درت 2 كيسان ونص، وانتيا يعني نوعيه الفارينه اللي عندك قادره ديري قل قادره ديري اكثر هكذا. ايضا هنا نديرو لا ليفور، نديرو 15 غرام تاع خميره الحلوه هكا. هنا نديرو الكيس الاول كامل، وهنا نديرو النص هكذا. وايضا لازم نغربلوها باش تعطيك نتيجه مليحه هكذا. ندخلوها ايضا في الخليط
ونكملوا كامل كميه نكملوا باقي كميه الفرينه. هنا نديروا الكاس الثاني نكملوا كما راكم تلاحظوا هكذا. وهنا الكاس هنا درت نص كاس كما قلت لكم، درت 2 كيسان ونص تاع الفرينه حتى تحصلت على القوام اللي راني حباته. يعني الخليط ما يكون ثقيل ما يكون خفيف، يعني يكون متوسط، ما يكونش خفيف كيما المسكوتو ما يكونش ثقيل كيما الكيك. هنا جبنا ليمون اللي نستعملهم، انا استعملت هادو ليمون، يعني كانوا عندي هذه الكميه تاع ليمون ضفتهم، وايضا درت تاع سيليكون لكن صغار عليهم هكا. هنا نبدا هنا الليمون عفوا درت لهم كميه تاع الزبده مع الفرينه باش ما يسقوناش، يعني هكا كل سقط لي وحده، لكن معليش هكا نديروا كميه تاع الخليط في الليمون كما راكم تلاحظوا. يعني ما نعمرهمش مليح باسكو درنا 15 غرام تاع لا ليفور، يعني يطلعوا لنا مليح هكذا. هنا نخبطوهم ونتحصلوا على هذا القوام هكذا حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا. اي الخليط اللي عندنا بالكميه اللي عطيتها لكم تحصلت على 15 حبه، يعني كما قلت لكم درت هنايا درت هادو شحال عندي 8 واقيل، ودرت 6 صغار، ومن بعد زدت درت خدمت كيما هادو خدمت 4، يعني حسبوا نتوما شحال نسيت ما عرفتش نحسب هكذا. هنا درت هكا 6 ومن بعد 6 12، خدمت واحد 15 حبه، يعني جاوني واحد 15 حبه بالكميه اللي عطيتها لكم. وهذا هو الشكل. هما هنا نديروهم يطيبوا على درجه 120 من الفوق ومن التحت مده طيح حتى يطيبوا ويعطوك لون شباب. انا هنا كنت شاعله الفرن قبل ما نبدا نخدم فيهم، وهذا هو الشكل بعد ما طابوا لنا. هنا نديروا كميه تاع الكريمه كما راكم تلاحظوا، انا هنا درت الكريمه، وانتي واش عندك في البيت قادره ديري معجون شوكولا، قادره ديري يعني اي حاجه عندك في البيت ضيفيها، وصدقوني يجوك بزاف هايلين. كما قلت لكم هذو زعما الحفله تاع البيام ولا حتى الباك للسانكيام، يعني تديهم من بنتك للحفله. انا هنا بنتي مازال ما داتش الحفله، قلت لها هذو وديهم معك للحفله ان شاء الله. وهذا هو الشكل، يعني اللمسه الاخيره كما حبيتي انتي واش كان عندك في البيت. وهذا هو الشكل النهائي كما راكم تلاحظوا. صدقوني جاو بزاف هايلين. انا هنا كانوا عندي ضياف، يعني هادو صورتهم، يعني اللي بقاو هذه الحبات اللي بقاو يعني صورتهم معاكم. وهذا هو الشكل كما راكم تلاحظوا، يعني صدقوني جاو بزاف هايلين، جاو خفاف وضيافي عجبوهم هذا هو الشكل. ان شاء الله يكون نالوا اعجابكم وتجربوهم لعائلتكم وبالخصوص لولادكم، ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. واذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش الجيم وتعليق محفز، نتقبل حتى انتقاداتكم واقتراحاتكم. وفي الاخر واش نقول لكم، تهلاو في روحتكم وبزاف بزاف صحيحتكم. مع السلامه.